فندق الفنار دي لونه الموجود في العين السخنة. احنا دلوقتي كده هنخش لكم بقى، هنشوف المكان عامل ازاي من جوه. بصوا احنا دلوقتي كده هنخش بقى على مكتب الاستقبال نفسه. اولا بيكون هنا في كافتيريا بناخد منها الويلكم درينك، في عندك هنا بالنسبه لي بلياردو، تمام، برضو في لعبه هنا. ده المكان كله زي ما انتم شايفين، ده مكتب الاستقبال. وبصراحه الناس هنا محترمه جدا، يعني بصراحه الناس اللي كانوا مخلصين لنا الحجز النهارده ناس في منتهى الذوق، زي استاذ احمد اللي مشرفني ده، اللي كان بصراحه كان اسلوبه كويس جدا، انسان محترم قوي بجد. انا سعيد ان انا اتعرفت عليك يا مستر احمد، حبيبي تسلم لي جدا، ربنا يخليك. تمام، برضه هنا بيكون في تنظيم للرحلات، بس طبعا لو انت بتقعد مده كبيره فسهل جدا ان انت تنظم هنا بالنسبه للفندق. احنا دلوقتي كده بقى هنطلع بقى على المكان نفسه بتاع حمام السباحه والبحر. زي ما قلت لكم المكان هنا برضه بيظبط لكم كروت بالنسبه للفوط، انت بتسلمه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. احنا هنديله الكارت بتاعي، والمفروض ان هو بيديك الفوط اللي انت بتاخدها، وبعد كده بنسلمها في وقت اللي هو تسليم الغرف. ادي بالنسبه لحمام السباحه. بصوا بالنسبه لحمام السباحه زي ما انتم شايفين النظافه بتاعته عامل ازاي. هو اول حاجه بيبدا هنا بعمق اللي هو 90 متر، تمام، وبعد كده بيفضل يعلى لحد ما بيكون معاك 120 130 واقصى حاجه بيكون 140. زي ما انتم شايفين الميه نظيفه جدا. بصوا ده يعني مش من غير اي حاجه، ان انا كنت نازل النهارده في الفندق فالتصوير طبيعي من غير اي حاجه. نظافه الميه المستوى بتاعها برضه بيكون هنا في مكان لو انا حبينا نشرب برضه اي حاجات على حمام السباحه. وهاخدكم دلوقتي ادي الغرف بتكون كلها على البحر وحمام السباحه زي ما انتم شايفين، حاجه في منتهى الجمال بصراحه. بصوا بقى دي الناس المحترمه اللي انت اول ما بتيجي هنا بتديهم الكارت بتاع الفوط، المفروض ان هم بيسلموك. اسم كريم؟ كابتن احمد ده المسؤول عن حمام السباحه، وكابتن حسن. زي ما انتم شايفين احنا ادينا لهم الكارت وخدنا الفوط زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تسلموا جدا يا شباب. والله احنا هنكمل بيت جولتنا بقى في الفندق في المكان نفسه. برضه موفر لك هنا على ملعب صغير كده، تمام. زي ما قلت لكم المكان هنا بيكون فيه اكتر من حمام سباحه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. احنا طبعا شفنا الحمام السباحه اللي هو ده الاساسي، تمام، ودلوقتي هنروح بقى نشوف الحمام السباحه التاني. برضو بيكون نفس النظام بالنسبه للعمق، بيكون بيبدا من اول 90 لحد اقصى حاجه اللي هو 140. كان في ناس كتير كان سالوني طب المسافه بين الاوض وبين البحر قد ايه. احنا دلوقتي اهو انا مصور لكم الطريق واحنا ماشيين سوا، علشان الناس اللي كانت بتتكلم عن النقطه دي يكون عندها معلومه بكل حاجه. برضو موفر لك هنا برضو حمامات بالنسبه لي حمام السباحه زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين برضو حمام سباحه تاني بيبدا من اول العمق اللي هو 90 لحد اقصى حاجه اللي هو 145 او 140. زي ما انتم شايفين حاجه في منتهى النظافه بصراحه. الناس هنا بتتعامل باسلوب كويس جدا. وادي البحر، بصوا احنا ما كملناش، البحر قدامنا اهو، وادي حمام السباحه اهو. عشان الناس اللي كانت بتسال طب هو بعيد عن البحر ولا لا، الحاجات دي كلها لا مفيش الكلام ده. زي ما انتم شايفين احنا قدام البحر على طول مباشره. والناس المحترمه هنا قوي اللي بتشرفنا، حبيبي تسلم. برضو زي ما انتم شايفين هنا برضو في كافيتيريا لو حبينا نشرب اي حاجه، حاجه في منتهى الكمال. شاطئ خاص بالنزلاء بتاع الفندق بس زي ما انتم شايفين. ادي او حاجه زي ما انتم شايفين الهواء عامل ازاي. اسمه جار زي ما انتم شايفين، القعده فيه جميله جدا. في برضو كل المشروبات اللي انتوا عايزينها، علشان برضو الناس اللي كانت بتسال بخصوص المشروبات الدنيا ماشيه ازاي هنشوف ده. بصوا انا هوريكم دلوقتي المنيو بتاع المكان. بصوا يعني احنا جايين لايف، وبصوا المكان نظيف ازاي، علشان برضو الناس اللي بتتاكد من الناس من نقطه النظافه. الفيو كله دايركت على البحر مباشره. واحنا دلوقتي بقى هنطلع بقى على البحر نفسه، وهنشوف بقى القعده او النظام بتاع القعده ماشي ازاي. طبعا بالنسبه للنقطه بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها البحر الرملي ولا لا. بصوا البحر زي ما انتم شايفين كده بيكون ابيض، بس لازم يكون معاك جزمه البحر.
بعد كده بتلاقي الدنيا بتاعتها زي ما انتم شايفين. برضه في هنا امكانيه بالنسبه للالعاب، لو حد مثلا بيسال بخصوص الالعاب اللي هي بتاعت البحر موجوده برضه. لازم جزمه البحر برضه عشان للامان اكثر. هو الشاطئ اللي احنا المكان او ان احنا بنقعد فيه هنا بيكون رملي، بس الحته اللي تحت بيكون فيها شويه طوب، فلازم يكون معاك الجزمه بتاعت البحر. بصوا بالنسبه للنقطه اللي انتوا اتكلمتوا عليها بخصوص اللي هي السوبر ماركت الموجود هنا بالنسبه للفندق، انا برضه حبيت ان انا اصوره لكم علشان تشوفوا الحاجات اللي فيه. في كل حاجه بالنسبه اللي انتوا محتاجينها، زي مثلا البسكويت، في عندك مثلا طبعا المشروبات، في حتى الصابون، ادوات اللي هي بتاعت الشامبو، الحاجات دي كلها موجوده، المناديل. تمام. في عندك برضه الايس كريم زي ما انتم شايفين، البيبس. عندك نظام العصاير، الموضوع الميه الصغيره بيكون عامله 7، الكبيره بيكون عامله 13، العصاير بيكون عامله 15. انا حبيت برضو اوديكم حاجات برضو في نظام الشوكولاتات، في برضو حاجات هنا زي العلب مثلا اللي هي الفول. تمام. في برضو المربى، الحاجات اللي انتوا كنتوا بتسالوا عليها. انا حبيت برضو ان انا اوديكم صوره، طبعا احنا جايين في اخر اليوم، فدي حاجه مصغره بالنسبه للسوبر ماركت الموجود هنا. برضو في البان بالنسبه للعصاير، في كل حاجه انتوا محتاجينها. دي منطقه الاكوا زي ما انتم شايفين الموجود هنا بالنسبه للفندق. ادي الاعداد بتاعتها، وادي الاكوا الموجوده هنا. دي بالنسبه للالعاب. بصراحه فندق ممتاز بالنسبه لمواعيد الاكوا والرسوم بتاعتها. تمام. احنا دلوقتي كده هنشوف بقى بالنسبه للفطار الموجود في فندق الفنار دي لونا. اول حاجه بيكون اللي هو الرينج اللي هو بتاع العصير والميه زي ما انا قلت لكم. تمام. بعد كده عندك ركن المخبوزات، بيكون فيه عيش بلدي وفيه العيش اللي هو الفينو او الكايزر. تمام. في برده هنا الحاجات التانية اللي هي التوست او الحاجات الموجوده. بعد كده عندك برده بالنسبه للسلطه اللي هي موجوده الصبح. تمام. بعد كده عندكم هنا بالنسبه للحاجات الموجوده دي فول على طريقه الشعريه، واللي هو فول مدمس العادي. تمام. وفي عاملين شعريه بحليب برضو، وبرضو نفس النظام ده بالنسبه للعده اللي هي بتاعه الفول. تمام. ودي بالنسبه للشعريه بالنسبه للسكر. وبعد كده هنخش بقى على بعد كده هنشوف بقى الحاجات الموجوده النهارده باذن الله ان شاء الله كده. في بطاطس مهروسه، بعد كده بيض مسلوق زي ما انتم شايفين، في عندك السجق اللي هو الهوت دوج. تمام. بعد كده في كسكسي. تمام. البتنجان المقلي والبانكيك. تمام. بعد كده هنخش على القسم الالباني اللي بيكون فيه كورن فليكس زي ما انتم شايفين. في برضه هنا في مربى عسل ومربى تين زي ما انتم شايفين، وادي اللبن بتاع كورن فليكس. بعد كده نظام الجبن بيكون فيه جبنه رومي، في لانشون، في جبنه بيضاء. تمام. وبعد كده في نظام الاومليت. نظام الاومليت هنا ان انت بتبلغ الشيف الموجود او المسؤول يعني، سواء كان انت عايز بقى البيض بتاعك بطريقه ازاي، اللي هو بيض عادي ولا انت حابب مثلا يتحط عليه زي ما انتم شايفين في بصل، في فلفل، في قوطه، وفي برده جبنه. الحاجات دي برده بتتعمل بالطلب على حسب الريكوست بتاعك. بعد كده عندك هنا بالنسبه لي قسم المشروبات الموجود هنا بالنسبه لي البتاع. في برده هنا عندك هنا بالنسبه في لبن سخن عشان شاي بلبن، في ميه سخنه بس، وفي عندك نسكافيه زي ما انتم شايفين، وادي الكوبايات. ده نظام الفطار في فندق الفنار دي لونا. فندق ممتاز من حيث الخدمه، من حيث النظافه، التعامل بتاع الناس حاجه كويسه جدا. بصوا احنا دلوقتي كده هنصور بقى بالنسبه للعشاء. هو المفروض العشاء خلاص كده كله اتحضر، فانا هحاول اصوره لكم قبل ما يبدا الجست. اول حاجه على ايدينا اليمين هنا بيكون بالنسبه للميه. بعد كده عندك هنا بالنسبه لركن المخبوزات. بعد كده عندك هنا بالنسبه للسلطه.
زي ما انتم شايفين في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انواع سلطه مختلفين. تمام. برضو هنا بالنسبه للشوربه في النهارده شوربه لسان عصفور زي ما انتم شايفين، شوربه لسان عصفور. ومتاح برضو دي شوربه كريمه بالمشروم زي ما انتم شايفين. دي البولات اللي هي بتاعت الايس كريم بتاعت الشوربه. تمام. بعد كده هنخش بقى، المفروض النهارده هيكون في اللي هو الرز. تمام. وبعد كده عندك خضار ستيه. في النهارده فاصوليا، دي ملوخيه، دي مكرونه نجريسكو بالفراخ، تمام. في دجاج مشوي زي ما انتم شايفين، وفي سمك ده معمول بصوص نعم كريم صوص. تمام. وبعد كده عندك داوود باشا اللي هي اللحم المفروم بالصلصه. وبرضو عاملين هنا نظام بالنسبه للمكرونات، طبعا بيكون بالطلب، في مكرونه بالنسبه للوايت صوص وفي ريد صوص زي ما انتم شايفين. بتحدد الطلب بتاعك مع الشيف وهو بيجهزه لك مخصوص. وبعد كده ركن الحلويات، في عندك هنا جاتوه اللي هو جاتوه الشرقي، وفي برضو جيلي زي ما انتم شايفين. ده ركن الحلويات. طيب بصوا هقول لكم معلومه برضو لسه عارفها انا دلوقتي بالنسبه للكميه اللي احنا شفناها في الفيديو. دي كميه المفروض المحصصه بالنسبه للجست اللي موجود هنا بيكون 60 فرد، لكن لو في حاله مثلا الاعداد اللي موجوده هنا بالنسبه للفندق ازيد من 60، الكميات دي طبعا بتزيد وبيكون في حاجات ثانيه بتضاف زي الفاكهه زي الحاجات الثانيه. وزي ما انتم شايفين الفندق يشغله اجانب، ودي نقطه مهمه جدا في العين السخنه. يعني انت لما يكون فندق يشغله بتاعه اجانب بالطريقه دي بيكون حاجه كويسه جدا. فانتوا بصراحه بتاخدوا خدمه، بتاخدوا نظافه، بتاخدوا مستوى في كل حاجه انتوا عايزينها. واي حاجه عايزين تستفسروا عنها تابعوا مع الشركه بتاعتي، شركه اسلام زايد ترافل للسياحه، في تنظيم اجمل عروض الرحلات. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. بصوا احنا النهارده معانا رحلتنا من فندق الفنار الموجود في العين السخنه. طبعا انا نزلت عليه عروض قبل كده كتير، بس دلوقتي احنا هنشوف الاوض وهنشوف كل حاجه. يلا بينا نشوف الاوض عامله ازاي. اول ما نخش زي ما انتم شايفين الكاتل، الثلاجه الميني زي ما انتم شايفين. بعد كده الدولاب، الخزنه. انت نازل في فندق كامل في كل الخدمات اللي انت محتاجها. حمام، الفاض زي ما انتم شايفين. الحمام حاجه في منتهى النظافه بصراحه. دي منظر اوضه، انا نازل في اوضه سنجل، دي الاوضه السنجل اللي انا قلت لكم. وانا مصور لكم برضه الاوضه الدبل. تكييف، تمام. كل حاجه الحمد لله تمام. التلفزيون، تكييف. ونيجي بقى سيبكم ده من كل يعني شايفه الاوضه نظافتها عامله ازاي. سيبكم بقى من كل ده وتعالوا بقى نستمتع بالمنظر ده. حاجه في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. مفيش احلى من كده خالص. دي الغرف اللي هي كونكتد دبل زي ما انتم شايفين. اول حاجه التلاجة، الكاتل، الميه، الحمام، زي ما انتم شايفين فوط، تمام. الخزنة، تمام. ادي منظر الاوضه كلها. تكييف، تمام زي ما انتم شايفين. ده الريموت بتاع التلفزيون. ادي الاوضه كلها بالكامل زي ما انتم شايفين. وبعد كده الفيو الاجمل والاحلى، اجمل رحلات مع شركه اسلام زايد ترافل. فندق ممتاز، حمام سباحه زي ما انتم شايفين، والبحر قدامنا هناك اهو هنشوفه دلوقتي. كده
بصوا احنا كده خلصنا الاوضه الاولى. ادي الاوضه الثانيه برضو نفس النظام، نفس كل الخدمات، الثلاجه، الكاتل، تمام. في عندك برضو التلفزيون والريموت، برضو نفس الفيو. دي الاوضه الثانيه اللي اسمها اوضه كونكت زي ما انتم شايفين. بصوا يا شباب، انا كنت قلت لكم ان في بالنسبه لي شاور بتاع حمام السباحه، كل حمام بيكون ليه شاور بتاعه. اللي هناك انا صورته لكم وهتلاقيه جنب الحمام على طول. وده الشاور بالنسبه للمكان التاني. طبعا بالنسبه للملعب ده بيطلع تمام، بس هم لسه بيجهزوا الدنيا دلوقتي. وده المكان اللي هو مخصص للحمامات، الشاور، علشان الناس اللي كانت بتسال عليه. زي ما انتم شايفين هو بيكون فيه اتنين، ده بس علشان تنزل الميه اللي هي بتاعت الكلور.